السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فتح مخك. وقبل ما نقول أسئلتنا نصلي على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أحباب سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نقول أسئلتنا. في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يوم الثلاثاء، يوم الاثنين، يوم الخميس، يوم الجمعة؟ الإجابة الصحيحة يوم الاثنين. في أي عام كانت معجزة الإسراء والمعراج للنبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة 10 للبعثة، السنة 11 من البعثة، السنة 9 من البعثة، السنة 12 من البعثة؟ الإجابة الصحيحة السنة 12 من البعثة. من هو الذي كفل النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أمه؟ عمه أبو طالب، جده عبد المطلب، عمه حمزة، مرضعته حليمة السعدية؟ الإجابة الصحيحة جده عبد المطلب. ما هو حكم صلاة العيدين؟ فرض عين، فرض كفاية، واجب، سنة؟ الإجابة الصحيحة فرض كفاية. متى يبدأ وقت صلاة الضحى؟ بعد طلوع الفجر، بعد ارتفاع الشمس، قبل الزوال، قبل طلوع الشمس؟ الإجابة الصحيحة بعد ارتفاع الشمس. ماذا يطلق على العلم الذي يهتم بأركان الإيمان؟ علم التفسير، علم العقيدة، علم الفقه، علم الحديث؟ الإجابة الصحيحة علم العقيدة. ماذا يسمى العلم الذي يهتم باستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؟ علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم أصول الفقه؟ الإجابة الصحيحة علم الفقه. يعرف التفسير الذي يكون من خلال ما جاء من القرآن أو السنة أو كلام عن الصحابة. التفسير المأثور، التفسير بالرأي، التفسير بالمشهور، التفسير بالأثر؟ الإجابة الصحيحة التفسير بالمأثور. من هو أكثر الأنبياء الذين صبروا على الابتلاء؟ الإجابة أيوب عليه السلام. ما هو الابتلاء الذي أصيب أيوب عليه السلام؟ الإجابة أصيب بمرض شديد حتى تساقط اللحم من جسمه. كم استمر مرض أيوب عليه السلام؟
الإجابة 18 سنة. ما هي الآية القرآنية التي توضح مدى صبر أيوب عليه السلام على ابتلائهم؟ الإجابة قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله العظيم. من هو النبي الذي ابيضت عيناه حزنا على فقد ابنه؟ الإجابة يعقوب عليه السلام. ماذا فعل يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت؟ الإجابة كان يسبح لله في بطن الحوت ويستغفره لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العظيم. على ماذا صبر يوسف عليه السلام؟ الإجابة صبر على بعده عن أهله وغربته، وكذلك صبر على عقوبة الحبس ظلما عند اتهامه بالفاحشة. ماذا فعل إبراهيم عليه السلام عندما هم قومه بإحراقه وقاموا بجمع الحطب؟ الإجابة صبر واحتسب، وكان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكركم على حسن استماعكم، ولكم مني وافر الاحترام، وأهلا ومرحبا بكم في القناة الملكة سوسن النجار. الرجاء الاشتراك وتفعيل جرس القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.